جزا الله رب الناس خير جزائه. رفيقين حل خيمتا أم معبد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد. هذه أم معبد الخزاعية، امرأة أعرابية كانت لها خيمة بين مكة والمدينة، وكانت امرأة مضيافة تكرم الضيفان من مر عليها، ويقولون كانت برزة جلدة، يعني برزة ظاهرة للناس بعفة، وجلدة في نفسها وجلدة في جسمها، فكانت تكرم من مر عليها. فمر النبي وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، معها أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. فمر النبي عليها وقال لها: يا أم معبد، عندك شيء من الطعام نشتريه؟ قالت: ما عندي من شيء. التفت النبي فوجد في كسر البيت، في زاوية البيت وجد شاة. قال: يا أم معبد، ما هذه؟ قالت: هذه شاة قد خلفها الجهد، يعني شاة لا فيها رجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: هي أجهد من ذلك، شاة عازب وحايل، عازب عن المرعى وحايل، فكيف يكون فيها لبن؟ فقالت: تأذنين أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت لبن فاحلبها. فأقدى الأمل، فدعا النبي بها فقربت له، فسمى الله مسح على ضرعها ودعا، فامتلأ الضرع حتى تجافت بين أرجلها، يعني امتلأ ضرعها حتى نتوسعت رجلها، ثم درت فاجترت، أخرجت الطعام المعدة ولاكت الطعام ثاني مرة وأكلت. فدعا النبي بإناء يربض الرهط، إناء ضخم، طاسة مثل كبيرة تربض الرهط، يعني الرهط اللي من 3 ل 9 يشربون منها من شدة الشبع، أنهم يطيحون يستلقون من شدة الشبع. فدعا النبي بإناء يربض الرهط، فحلب النبي حتى على الإناء البهاء، يعني من أصبح مثل فوق الرغوة كذا. حلب النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد فشربت أم معبد، ثم حلب مرة ثانية لأبي بكر الصديق وعامر وعبد الله بن أريقط فشربوا، ثم حلب النبي وشربه. فلما أراد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حلب لها طاسة وخلاها عندها وارتحل النبي. ما إن لبثت قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد واسمه أكثم، فجاء وعين طاسة فيها لبن، فاستنكر وشك، فقال: يا أم معبد، من أين لك لبن ولا شاه حلوب إلا شاة عازب وحائل، من أين لك هذا اللبن؟ فقالت: والله لقد مر بنا رجل كريم ومن خبره كذا وكذا. فقال لها: صفيه لي يا أم معبد. فوصفت النبي وصفا دقيقا يكاد يكون هو العمدة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: مر بي رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزره صعلة. لم تعبه ثجلة يعني بطنه مو بكبير، يعني ما هو متين، ولم تزره صعلة يعني راسه مو بصغير، وسيم قسيم، أدعج العين، يعني سواد عينه ظاهر السواد شديد السواد، وبياض العين شديد البياض، في أشفاره وطف، يعني رموشه فيها التواء كذا وطوال وملتوية، وفي صوته صهل، يعني في بحته حلوة، ما هي بحيل يعني ظاهرة ولا هو صوته حاد، وفي عنقه سطع، يعني في رقبته فيها طول، وفي لحيته كثاثة، يعني لحيته لا هي طويلة ولا هي شعرات خفيفة يسيرة، إنما لحية فيها كثاثة كثة. أزج أقرن، تقول إن حاجب النبي على شكل الهلال، وأقرن في شعرات يسيرة بين الحاجبين مي بكثيرة. ثم قالت: أبهى الناس من بعيد وأحسنهم وقدرا من قريب، إن تكلم علاه البهاء وإن صمت عليه الوقار، حلو المنطق فصلا، تقول كلامه فصل، ما هو متصل مرة واحدة، فصل، تعرف كل جملة وجملة، فصلا، لا هذرا يعني مو كثير كلام من غير فائدة، ولا نزرا يعني ما يقدر يتكلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر عليه الصلاة والسلام. تقول من جماله كأنه مثل النظم متصل مرتبط، جماله يعني مو موضوع يختلف عن موضوع، لا تحس انه متسلسل جميل. ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تشنأه العين من بعيد يعني من ضخامته، ولا تقتحمه العين من قصر، يعني ما هو بقصير بحيث انك لا شفته انك ما تولي له اهتمام وانك تصد منه، لا. ثم قالت: غصن بين غصنين، أنظر 3 منظرا وأحسنهم قدرا،
له أصحاب يحفونه، إن قال سمعوا له، وإن أمر ائتمروا بأمره. محفود محفول، يعني محفول يعني أي أمر معين يطلبه وكذا هم يقومون بشغله. محشود يلتفون حوله، يعني ما هو بالحالة يجلس، لا يلتفون حوله. ليس بالعابس ولا بالمفند، يعني ما هو باللي تشوفه من بعيد وجهه، لا وجهه مشرق النبي وابتسامته جميلة، ولا مفند بحيث أنه لو سولف تقول والله هذا الشيخ هارم يعني كبير في السن، لا تركز على سوالفه، لا كلامه موزون النبي. ثم قال أبو معبد قال والله ما أظنه إلا صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر، ولئن قال أبو معبد والله ما أظنه إلا صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر، ولئن ظفرت به لأتبعن سبيله. أسلم أبو معبد وأم معبد فيما بعد. طبعا بعد القصة هذه ب3 ليال سمع في مكة هاتف آخر الليل، وأشاروا إلى أن هاتف من الجن، أبيات كانت تسمع: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمة أم معبد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. هاي ذكر ابن كثير وابن هشام وأغلب أهل السير. ثم الله.